السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم إن شاء الله تعالى بوريكم بدايات شغلنا بالبيت لما حبينا نرمم. زي ما تشوفون البيت الحين هذا البيت كان على يعني كل البيت كان اسمنت، يعني كنت أنا فرشة فيه موكيت. فعندكم أول ما تدخلون كذا من الباب برا، هنا كان مجلس رجال، هذا المدخل حق الشارع الحوش، وهنا المجلس، هذا هو المجلس. واللي قدام هذا اللي مفتوح هذا مقلط، هذا مقلط يدخل على المجلس، ويدخل من برا على الباب الثاني اللي ندخل منه للمطبخ. من هنا نطلع للمطبخ. هنا يساركم الصالة، وهذا المستودع، هذا يمين، هذا المستودع صغير تحت، وهنا يجي قدام مقلط مباشرة المطبخ. هنا كذا نرجع، هنا الحوش، هذا أنا صورته. الصورة الأولى هذه كان مشاري مصوره، لكن هذا الحوش يعني بعد ما صلحوه أنا دخلت عشان أصور لكم البيت كيف صار، كيف اشتغلوا فيه. يعني في شيء أنجز وشيء كان لسه يعني نشتغل فيه. فهذا البيت من برا، طبعا البيت من برا يبغى شغل بالمرة. هنا باب البيت طبعا مدفون غبار. هذه المرايات اللي أول ما ندخل فيه مدخل مرايات، بس أنا إصبعي جاي على الشاشة كذا. هذول مرايات بالمدخل. هنا هو باب المجلس. طبعا أنا سويت تعديل بالبيت. هذا الغرفة بتصير إن شاء الله غرفتي. هذا يعني هذا دورة المياه تصير لي. أنا جبت غسالة حطيتها هنا تحت عندي، وشلت مغسلة من هنا. المغسلة اللي ورا الغسالة هذه كانت في مغسلة أنا شلتها. وهذا الباب على الحوش، يعني يطلع كأنه بلكونة وبعدين الحوش. هذه المجلس بعد ما تسرمك، لسه كان في باقي في شغل، في باقي بالأفياش. هنا مقلط اللي قبل شوي مقلط هذا، وحطينا فيه أغراضنا كلها. بس لما جيت أبغى أصف الأغراض ما قدرت، لأنها كانت فوق بعض. قلت لهم لا، طلعوها بالصالة عشان أقدر أشتغل. فالصورة اللي صورتها لكم اللي هي بالفيديوهات القصيرة كانت الأغراض هذه بالصالة. هنا هذه أول ما تدخلون من الباب تجيك يسار، تجيكم المغسلة هذه. وهذا الباب اللي على يسار هذا دورة المياه حقة الحريم، وهذا المجلس حق الحريم. هذا نظام البيت القديم. طبعا الحين المجلس هذا صار هو مجلس وصالة وكل شيء. هنا الصالة، هنا الصالة الرئيسية هذه. بس شوي أنا راح أفتح اللمبات هنا عشان تشوفون. شوفوا هذا الباب ما كان موجود وهذا فتحناه. هذه الصالة. هنا الممر. هذه الممر يدخل على المقلط والمطبخ والمستودع. وقدامكم مباشرة هذا مقلط، هذا مقلط اللي قبل شوي كنت أوريكم إياه. وهنا الدرج برضو سوينا لها الرخام. وهنا بعد
هذا كان المستودع والمطبخ. المستودع حطينا فيه فريزر صغير وشلنا هذا جزء من المطبخ شلناه بعد التعديل. المطبخ شلناه. هنا المطبخ بعد ما شلنا المروحة وضبطنا وحطينا الغسالة يعني سوينا فيه شغلات. هذا هو. هنا فوق هنا فوق أول ما تطلعون هذا الدرج، أول ما تطلعون يمين يجي عندكم هذا اليمين دورة مياه. هذه قفلناه لأنها تبغى شغل، قلنا نسويها بعدين إن شاء الله تعالى. وهذه الغرفة هذه غرفة المكتبة حقتي، كانت هي غرفة مكتب وبنفس الوقت غرفة تلفزيون. هذا اللي أنا أشر عليه هذا دولاب. حنا دواليبنا كنا حاطينها فوق بالجدران نفسه، بس ركبنا لها بيبان خشب. هنا هذا يعني الممر اللي فوق اللي هو يودي موزع الغرف. هذه غرفة للغسالة، نفس الحكاية كلهن حطينا لهن دواليب بالجدران، وهذه وركبنا لهن البيبان، هذه بيبان خشب. طبعا غرفة الغسالة هنا قسمتها نصفين. الجزء هذا كان فيها الغسال والمجفف، وهناك كان فيها المغسلة عشان الغسيل اليدوي. والجزء اللي هنا قدام للكوي. هنا هذه غرفة الأخيرة الحين، آخر غرفة بالبيت. هذه حطيته الآن مستودع، يعني نشيل فيها المواعين الزيادة وحقات العزايم وحقات البوفيهات وكذا. طبعا أنا الحين ما أسوي بوفيهات، بس إني ما زلت محتفظة بكل شغلات البوفيهات اللي عندي. هذول الدواليب أنا أوريكم إياهم من جوا. يعني الدولاب علاقتين، يعني 2 علاق وواحد كذا دروج، بس هو شكله ترى أكبر من ذا. هذا يطلع على فوق على الدرج اللي فوق، وهذا مكيف صحراوي. طبعا الحين ننتهي من عدل. إن شاء الله كلش نبي نشتغله، بس إنه شوي شوي بإذن الله. السطح طبعا كله حاطين له فينيل. هذه الغرفة اللي يسار الدرج هذه غرفة نومي وغرفة نوم مشاري. هذه اللي قدامكم غرفة نوم مشاري وهو صغير. زين، هذه غرفة نوم مشاري وهو صغير، وهذه دورة المياه حقته، البانيو ودورة المياه حقت مشاري. هذه غرفة نومه، كنت حاطته له فيه نجوم بالسقف وحركات. ونفس الحكاية الدولاب، الدواليب كلهن بالغرف كلهن نفس الشيء. يعني الدواليب كل الغرف نفس الطريقة. طبعا في آثار الرفوف اللي فككناهن من غرفته وأشياء كذا، إن شاء الله بنعدلهم بعدين. هذه غرفة نومي، كانت الغرفة كبيرة ما شاء الله. يعني هذه غرفة في جواتها برضو أشياء إن شاء الله تشوفونها الحين. هذا مكيف خلاص، طبعا انعدم المكيف هذا، راح نشيله بإذن الله ونغيره. في هنا وهنا يجيكم يمين غرفتين. اليمين غرفة ملابس، واللي قدامكم قبالكم على طول ذي دورة مياه وانتم بكرامة. وهنا غرفة التلفزيون، وغرفة يعني فيها مكتبة صغيرونة وجلسة، كنا نجلس هنا. وإذا حبيت أقرأ كنت أقرأ بالغرفة ذي. هذه غرفة الملابس زي ما تشوفون ما شاء الله تبارك الله كبير، ومرة يعني حلو، تاخذ مرة كل شيء تبارك الله. زي ما تشوفون أنا خلاص الحين هذه الغرفة صارت لي مشاري، وأنا جلست باللي كان مجلس للرجال. خلاص يعني بإذن الله، وإن شاء الله أصير أطلع فوق يعني مثلا بالشهر 2 3 حسب القدرة، وأصير بس أنظف أرتب كذا. يعني الحين أقول لكم مع السلامة، أستودعكم الله الذي لا تضيع